معظم الناس دلوقتي او اغلبية الناس عامة ليها احلام. اذا كانت الاحلام دي ان هي تتجوز، تسافر، تشتغل شغلانة معينة، يبقى ليها كارير معين في الشغل. بس لما انا اجي اسألك او اي حد يسألك، هل انت كل يوم بتتعب على حلمك؟ طب هل انت شايف نتائج لحلمك ده في حياتك؟ تسكت وتيجي تسأل نفسك، هل انا شايف نتائج في حياتي مع ان انا كل يوم بتعب علشان الحلم ده؟ وتلاقي ان مفيش نتائج. طب وتبدأ انت ساعتها تخش في مرحلة حزن، تبقى مكتئب وتبقى مش طايق نفسك، وتقول لنفسك طب انا ليه بتعب على حاجة مش باين ليها اثر في حياتي؟ طب انا بقى ما بطل اتعب ليها وبطل اسعى ليها واعيش زي ما بقيت الخلق عايشة. وهنا تيجي بقى مرحلة الفشل اللي انت هتبدأ تخش فيها. واحب اقول لك ان دي اول نقطة غلط هتاخدها في حياتك. اقول لك على حاجة، ربنا قال لك في القرآن: والذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. أول نقطة هنتكلم فيها والذين يؤمنون بالغيب. خليك مؤمن بأن ربنا طول ما زرع جواك حلم أنت بتتعب علشانه، إن ربنا قادر يحقق لك الحلم ده في لمح البصر. وفكك من كلام الناس اللي بيتقال حواليك. كلام الناس ده عبارة عن تشتت. دي أول نقطة. وتاني نقطة، طول ما ربنا زرع فيك حاجة من جواك أنت نفسك فيها، فاستحالة ربنا يكسر قلبك او يكسر خاطرك. اكيد مليون في المية ربنا هيكبر بخاطرك في يوم من الايام. بس دلوقتي ربنا بيجهزك علشان لما توصل اللي انت نفسك فيه تبقى فعلا قادر تقف على رجلك، وقادر بانك انت تستغل الحاجة اللي انت كان نفسك توصل لها، مش توصل لها وانت مش عارف تستغلها. دي اول نقطة. تاني نقطة، والذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. مش معنى بانك انت خلاص طلبت حاجة من ربنا بانك انت تنسى ربنا طلب منك ايه. ربنا طلب منك فروض تعملها في حياتك. الفروض دي ولا هتقتلك ولا هتكسحك ولا هتأثر عليك في حياتك اي حاجة. انت بتقعد بالست ساعات 8 ساعات واكتر على السوشيال ميديا، بتشوف شوية اشكال، استغفر الله العظيم يا رب يعني، وكمان بتضيع عليهم وقت. مفيش فيها اي حاجة بانك انت مثلا تشوف فروض ربنا اللي هي اصلا يعني حاجات بسيطة. دي تاني حاجة. تالت حاجة، مما رزقناهم ينفقون. فيها ايه؟ يعني بانك انت مثلا تطلع حاجة لله بنية ان الحلم اللي انت عمال تتعب فيه بقاله سنين ان هو يتحقق. فيها ايه؟ لو مؤاخذة في الكلمة، انت دلوقتي البت اللي انت بتكلمها اللي بقالها سنين معاك، اللي هي بتنكد عليك حياتك كل يوم، لو طلبت منك دلوقتي بانك انت تطلع بكرة تفسحها او تقعدوا في كافيه، او بكرة تطلعوا تروحوا اي مول تعملوا شوبنج مع بعض والكلام ده، وانت برضو اللي هتلبس الليلة، ليه؟ ما انت الراجل بقى، انت تعمل فيها ان انت سي سيد وما ينفعش بنت تتحاسب والكلام ده. وهي حتى لو كانت الميزانية معدية، حتى لو انت هتستلف، فانت هتعمل علشان ما ينفعش ان هي تحاسب. فيها ايه بقى؟ بانك انت تطلع حاجة لله بنية ان الحلم اللي بقاله سنين ان انت مش ما باينش ليه اثر في حياتك بان هو يتحقق. اذا كان مثلا الحاجة دي مثلا حاجة تافهة، تمن علبة سجاير او اكتر، حاجات بسيطة. فيها ايه يعني؟ ممكن مش لما انت تعمل كده تبدأ تشوف النتائج أسرع، تبدأ تلاحظ في حياتك إن الحياة فعلا حياتك بدأت تتغير، فعلا الحلم بدأ يتحقق. جرب، مش هتندم. ياما جربت حاجات كتير في حياتك وندمت. جرب الثلاث نقط اللي أنا قلت لك عليهم دول ومش هتندم. وسلام.